السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كانوا زمان يقولوا البيت اللي فيه دقيق حاله ما يضيق. بشوية دقيق صغيرين عملنا ما شاء الله العظمة اللي قدامكم دي، ولا احلى من احلى مخبز. بصوا ما شاء الله، شوية بوريك زي الفل. ينفعوا بقى في اللانش بوكس، ينفعوا فطار، ينفعوا عشاء. ما شاء الله نتيجتها مضمونة وطريقتها حلوة قوي وسهلة. ان شاء الله هتعجبك وتعتمديها معانا. بص ما شاء الله الهشاشة والتسوية حاجة بجد تحفة. غير كمان الحشوة بتاعتها جبارة. يلا نشوف عملناها مع بعض ازاي. سمي ونصلي على رسول الله ونبتدي مع بعض. اول حاجة حبايبي، هبتدي هنا معايا كوباية وربع مية دافية. ما تخليش المية سخنة قوي ولا باردة عشان تخمر الخميرة معاكي على طول. طبعا ممكن تستبدليها بحليب، بس احنا مستعملين المية كده عشان تبقى الحكاية خفيفة. معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. لو مش متأكدة من الخميرة بتاعتك اعملي لها تيست الأول لوحدها لحد ما تتأكدي إن هي شغالة. كيس من الكاتشب، ممكن تستعملي معلقة من الصلصة. دي اللي هتدي لون البوريك، اللون الحلو بتاعنا اللي احنا عارفينه. ومعايا حوالي تلت كوباية من الزيت. نقلب بقى كل الكلام الجميل ده كله وندوب الخميرة حلوة قوي. ان شاء الله طريقة سهلة وحلوة بترمي معاكي كمية كبيرة قوي. وهنزل هنا باربع كوبايات من الدقيق. هي كمية السوائل ديت ان شاء الله تاخد 5 كوبايات من الدقيق من نفس الكوباية اللي عايرنا بيها المية. بس انا هنزل باربعة واقلب، وبعدين هزود الكوباية الخامسة تدريجي. ضفت معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وكمان معلقة من الخل. انا حطيتها بس هي ما جاتش في التصوير، هتديني هشاشة. وننزل بقى بكوباية الدقيق الخامسة ديت تدريجي لحد ما العجينة تلم معانا، وتبص تلاقي العجينة بقت ناعمة معاكي وسابت ايدك وسابت البولة. هي هتاخد مش اقل من 10 دقايق عجن، حتى لو هي فيها تلزيقة خفيفة قوي كده بس برضو بتطلع كويسة. نغطيها بقى بستريتش ونسيبها في مكان دافي كده لحد ما تخمر معانا وتاخد راحتها. احنا عارفين الجو ساقع والعجين بياخد وقت شوية كده لحد ما يخمر، مش هنستعجل على حاجة. بس كده، طريقتها سهلة. تنسوش بس اهم حاجة اللايك كده وكومنت حلو منكم ان شاء الله عشان يشجعني. ما شاء الله خمرت معايا على طول اهيت. نبتدي بقى نشتغل بيها. الاسعار ديت حاجتها بقت غالية قوي في الافران، وبتجيبي الحاجة ما بتبقاش كمان زي حاجة البيت. ريحة الخبز في البيت وريحة الفرن كده وهو شغال بيدي ريحة كده في الشتاء، بيبقى جميل ما شاء الله. رشة دقيق خفيفة، وهنزل بجزء من العجينة وابتدي افرد كده. بصوا ما شاء الله العجينة عشان معجونة كويس واخدة راحتها ومتخمرة، هتلاقوها بتفرد معاكي. بصوا من غير نشابة ومن غير اي حاجة. رشة دقيق خفيفة لحد ما تفردي العجينة بسمك يعني حوالي نص سنتي. تخلوهاش تخينة قوي لانها لسه هنخمر مرة كمان. نسوي بس كده بالنشابة عشان نتأكد كلها ان هي كلها سمك واحد. تنسوش اهم حاجة سمي ونصلي على رسول الله طول ما احنا شغالين. والله بتلاقي الحاجة اللي في ايدك كلها بتتملي خير وبركة بإذن الله. بقطعها بقى عندك بفنجان بكوباية كده زي ما احنا اشتغلنا. لو حسيتي ان فيها تلزيقة خفيفة حطيها في شوية دقيق. ودي الحشوة: جبنة، معاها زعتر، معاها فلفل. طبعا فلفل بقى حامي بارد اللي يعجبك على حسب طبعا ولادك بيحبوا ايه. وتحطي كمية حوالي نص معلقة كده صغيرة، مش هنزود. واهم حاجة تقفلي حلو عشان الحشوة ما تخرجش منها في التسوية. ونحاول بقى نظبط كده يبقى شكل البوريك اللي احنا عارفينه. قولوا لي بقى لو كانت الطريقة سهلة وعجبتكم، يا ريت بس تشجعوني كده في الكومنتات. ممكن تعمليها في السهرة كده وولادك ان شاء الله ياخدوها تاني يوم في المدارس او يفطروا بيها، بتبقى جميلة. بنسيبها في الصاج لحد ما تخمر خالص. وبعدين عندي هنا الخليط بتاع الدهن، ممكن تدهني بصفار بيضة. انا استعملت هنا الحليب، حليب مع رشة من القهوة، بتديني نتيجة حلوة قوي. وبعدين بقى على الوش شوية سمسم، شوية حبة البركة. طبعا الفرن طبعا انا سايباه شغال لحد ما يسخن كويس، وبعدين احط الصاج على على الرف الاوسط لحد ما ياخد السوى الحلو المظبوط بتاعنا.
اول ما يخرج بصوا ما شاء الله، خدتش 10 12 دقيقة في الفرن طلعت بالجمال ده. اول ما تخرج رشة كده من بخاخة المية عشان تفضل المعجنات طرية معانا. اول ما تبرد غطيها بفوطة تفضل طرية معاكي. اتمنى تكون الطريقة عجبتكم.